لان في سرعات وفي جزء مهاري عالي في عمرو جمال وفي طيب نروح للاستاذ احمد مرتضى منصور. استاذ احمد. استاذ احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله. حسام حسن النهارده ايه تعليماته للفريق؟ يعني طبعا دي فنيات انا مش متداخلين، يمكن احنا ما رحناش زرناهم حتى عشان سايبينهم يركزوا. لكن اعتقد ان شاء الله باذن الله، يعني احنا نادي الزمالك اعتقد ان هو مستعد كويس، مدير فني محترم، لعيبه مستوى عالي، ماديا الحمد لله مجلس ده موفر لهم كل حاجه، فاحنا بس في انتظار ان شاء الله ان ربنا يوفقنا. يعني انتوا بتراهنوا على الصفقات اللي عملتوها كمجلس اداره والمستشار مرتضى؟ احنا بنراهن على توفيق ربنا ان شاء الله، وكلنا قاعدين ما حدش فينا في مجلس الاداره بينام بقاله يومين عشان الماتش. ليه احنا مستنيين؟ ليه؟ ده ماتش في الاخر، مباراه في الاخر. مباراه، لكن مباراه طبعا مهمه مع فريق كبير زي النادي الاهلي، وزي ما انت حضرتك عارف النادي الاهلي بيحصل بطولات بقاله تقريبا 8 سنين، فيعني احنا بالنسبه لنا ماتش زي ده هو عوده لنادي الزمالك للحصول على البطولات مره اخرى مع المنافس التقليدي دي، فيعني بتمنى من ربنا يوفقنا ان شاء الله. هل مين نجم اللقاء تتوقعه من نادي الزمالك النهارده من الصفقات الجديده؟ اعتقد بالتوفيق ربنا كل لاعبين نادي الزمالك نجوم. كل لعيبه نادي الزمالك نجوم. طيب. ان شاء الله. هل راصدين مكافآت في حاله الفوز بهذه البطوله؟ يعني احنا مش عايزين نقاطع، بس يعني عينينا ليهم بس يكسبوا ان شاء الله. عاجبني يا ابو حميد. بقول لك يا ابو حميد، اي حاجه يحتاجوها متوفره. اتفضل يا كابتن احمد. اتفضل يا كابتن. عاجبني ردودك قوي. ايوه كده متحفظ لغايه بس لما الفرحه الكبرى تيجي بعد الماتش، صح؟ ان شاء الله باذن الله، باذن ربنا ان شاء الله. هنكلمك بعد الماتش ان شاء الله باذن الله. والاهم يا كابتن احمد ان المباراه الروح الرياضيه، الناس عايزه روح رياضيه في الملعب، وكمان عشان الدنيا كلها بتتابع هذه المباراه. مفيش مشكله، احنا اول لما بنخش مجلس اداره نادي الزمالك احنا واخدين تعليمات من الاستاذ مرتضى ان احنا اول ناس نسلم عليهم مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل ان شاء الله. طب ده روح كويسه جدا ان انتوا هتبداوا بالسلام على مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا اهم حاجه دي كوره مصريه، ودي بلد كلنا مصريين، واحنا عايزين البلد تبقى افضل، فاعتقد ان الكوره هي عنوان، بيبقى عنوان لاي بلد ان البلد دي مستقره وفيها تقدم ان شاء الله. يعني هنلاقيكم قاعدين جنب بعض، ما فيش حد فاصل بينكم، الشرطه مش فاصله بينكم يعني؟ حتى لو فصلوا بيننا ما حدش هيقدر يفصلنا عن النادي الاهلي، عشان هو احنا وهم واحد. بحييك، برافو. احمد مرتضى منصور، روح رياضيه طيبه جدا. طبعا تحيه تقدير.